انت بتهبب ايه؟ انت بتهبب ايه؟ ده اللي قاله لي الموجه بتاع المدرسه لما عملت حركه مجنونه. واحد صاحبي قال لي تعالى تدي في مدرسه ناشونال، اول مره في حياتي واخر مره ادي درس لمدرسه ناشونال. رحت ادي الدرس، كانوا مزنوقين في مدرس ماث من انجلش. رحت انا كنت في بدايه حياتي. المهم رحت ادي الدرس طلبات ثانويه عامه. اروح الفصل فيه 30 طالب، باقي منهم 7 بس اللي قاعدين. يا اولاد اجي اشرح الدرس يقول لي خدناه، بياخدوا دروس خصوصيه بره. فقلت اعمل ايه؟ قلت يا واد يا ايمن انت تعمل ايه؟ اشرح المنهج بالعكس. هوبا شرحت اول درس ما خدوهوش في الدروس بره. الناس كلها فرحت قوي، الطلبه اتلمت بعض. بقى الفصل بدل ما كان بيحضر فيه 7 بقى ال 30 كلهم بيجوا وبيجيبوا اصحابهم من الفصل الثاني، لاني بشرح دروس ما خدوهاش الطلبه في دروس بره. فالمهم بقى العدد كبير. مدير المدرسه كان مبسوط مني جدا، بس هو ما يعرفش ايه السبب. في يوم من الايام جالي بقى واحد كده محترم، طلع قعد في الحصه، حضر الحصه. بعد ما خلصنا الحصه قال لي انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت بتهبب ايه؟ قلت له عادي بشرح الدروس من ورا. قال لي غلط، ده في ترتيب وفي خطه تعليميه. قلت له ولا تزعل نفسك، انا مش بتاع الكلام ده، انا بتاع ايه؟ امريكان. جيت غلط، رحت واخد شنطتي وماشي، وقلت لهم اشتغلوا بطريقتكم انتوا يا عم، ماليش دعوه. ودي كانت حدوته من حواديت مستر ايمن.